المرء قد يبتلى بفتنة في أهله، ولدي، زوجي، أخيه، قريبي، في مالي، في نفسي، في جاري، يبتلى. هذه الفتن التي تصيب المرء هذه يكفرها الصلاة والصيام والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إن الحسنات يذهبن السيئات. فإذا ابتلي المرء ببعض هذه البلايا، المصائب، الفتن، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إنما أموالكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم. ومن أشد الفتنة على المرء الزوجة، الولد، يرى الولد بعيدا عن الله، لا يصلي، لا يصوم، لا يقوم بطاعة الله تبارك وتعالى، لا يتجرأ الوالد على أن يأمر ولده أو زوجه أو أخاه أو قريبه بطاعة الله تعالى. ماذا أفعل؟ ماذا أقول؟ إن شاء الله يهتدي وما إلى ذلك. بل البعض يعطيه المال وهو يعلم أنه يشتري به خمرا أو يفسق يعمل. هذه بلايا، فتنة. إذا ما وقع وابتلي بهذه البلايا، نسأل الله العافية والسلامة، يكفرها الصيام، الصلاة، الصدقة، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر.